السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هعمل النهاردة معاكم طريقة الحواوشي في العيش المصري. حلو جدا واحلى من المطاعم 100 مرة. معايا هنا بصل صغير، فعشان كده انا مكترة في البصل. جايبة 5 بصلات، بس انت لو عندك بصل كبير كفاية بصلتين كبار او بصلة كبيرة. كمية اللحمة ديت اقل من نص كيلو. ومعايا هنا 2 فلفل اخضر، ولو عندك فلفل الوان حلو، بس انا ما كانش عندي فانا حطيت فلفل اخضر بس. فجبت بقى في كبة وهحط البصل مع الفلفل وهضربهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين. انا كانش عندي بصل صغير خالص، بس هو مش باين في الكاميرا. دلوقتي انا ضربت البصل مع الفلفل، هبدأ بقى اضيف البصل والفلفل على اللحمة اللي عندي. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم جدا، احلى من المحلات وانضف و... وانضف من المحلات 100 مرة. وانتي بتبقى عارفة انتي مستخدمة ايه ولحمة ايه، وطعمها والله احلى. إيه والله زي الجاهزة بالظبط. دلوقتي انا بقلب اللحمة مع البصل. دلوقتي انا هسيب المعلقة وهشتغل بايدي عشان عايزة اخلي اللحمة ليها عرق، ما تبقاش لحمة بالمنظر ده. دلوقتي بقى هضيف البهارات. عندنا هنا بهارات لحمة، فلفل اسود، ملح. هنا كنت بفرقكم البهارات، مش هحط كتير على حسب كمية اللحمة اللي عندك. انا هنا حطيت من كل حاجة معلقة صغيرة. في ناس بتحب تضيف شطة، الشطة دي حسب الرغبة. انا ضفت فلفل اسود وبهارات لحمة وملح بس. طبعا الملح برضو حسب الرغبة. بعد ما خلصت بقى هبدأ اشيل المعلقة، وطبعا انا غاسلة ايدي. وهبدأ اقلب كله بقى في بعض كتير، حبة حلوين لحد ما اللحمة كده هوريكم منظرها لحد ما يوصل للمرحلة دي. هكمل بقى مع نفسي وهوريكم وصلت لايه. بصوا انا عايزه المنظر ده، اللي هو اللحمه يبقى ليها عرق كده. دخلت كل البهارات والبصل كله، وزعتها جوه اللحمه. دلوقتي انا عندي عيش ابيض، لو انت عندك عيش اسمر برضو برده حلو جدا للحواوشي. انا كان عندي العيش ده، فتحته كده نصين وجبت اللحمه، عملتها كوره كده وهبدا افردها في الرغيف اللي عندي كله. انا هعمله على البوتاجاز مش هعمله على الفرن، وهيطلع مقرمش وحلو جدا واللحمة مستوية. جربوها هتعجبكم. متنسوش بقى تعملي لايك واشتراك لو عجبك الفيديو. بصوا انا هنا كنت بوريكم، وكمية اللحمة اللي عندي قليلة عملت معايا إيه حوشي كتير. بصوا انا هنا كنت بفرجكم. دلوقتي بقى بصوا انتوا لو عايزين جريل، طاسة، اي حاجة عندكم متوفرة، بس انا جبت الجريل علشان يبقى إيه ياخد الخطوط اللي في الجريل. لو عندكم توستر برضو بتحطي فيه عادي جدا. انا دلوقتي هدهنه زيت، وهدهن الرغيف زيت. انا هناك كنت معليه النار. اول لما بحط رغيف الحواوشي هبدأ اوطي النار على اوطى درجة واسيبه مع نفسه اللحمة تستوي. بتهيألي مفيش اسهل من كده طريقة الحواوشي. ان شاء الله يعجبكم وجربوه، واستنوني في وصفات تانية كتير، واستنوني في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.